تعالى يا حبيبي، انت جيت وحشتني خالص ولسه برضو مش قادر تتكلم وعندك مشكلة في الحنجرة. ربنا يشفيك يا حبيبي، تعالى جنبي. أنا عامية وجوزي ما بيخلفش، واكتشفت إن كل يوم بيدخل علينا راجل في الأوضة بتاعتنا ويعمل حاجة في الأوضة، وأنا كل ده ما كنتش أعرف حاجة لحد ما اكتشفت الحقيقة كاملة، ومن هنا حياتي كلها اتغيرت. تعالوا بينا نعرف ايه اللي حصل ومين الراجل اللي كان بيخش عليهم أوضتهم كل يوم من غير ما يحسوا، وكان بيعمل ايه. تعالوا نسمع للنهاية، بس مش قبل ما نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام في التعليقات. أنا عندي 35 سنة واسمي ندى، ومتجوزة في بيت عيلة. ساكن معانا في البيت ده حماتي، وشقة تانية فيها أخو جوزي وسلفتي. كنت في يوم الصبح قمت بدري، وجوزي قال لي قومي البسي بسرعة علشان نلحق نروح ميعاد الدكتور. انا طبعا ساعتها كنت لسه بنظري، وطبعا قلت له ملوش لازمه يعني يا محمود كل شويه ان احنا نروح للدكتور. خلاص، ما هو الدكتور قال ان مش هينفع نخلف، وده قضاء ربنا وانا راضيه. لقيته بيزعق فيا وبيقول لي لكن انا عايزه اخلف، انا لازم اشوف واحاول ان انا اتعالج يا اما نعمل عمليه. واصر على كلامه، وفعلا رحنا للدكتور، وهناك اثبت واكدت التحاليل ان هو ما ينفعش يخلف وانه عنده مشاكل تمنع الخلفه. طبعا نزلنا من عند الدكتور وهو زعلان جدا. بقيت اقول له معلش يا حبيبي، ده قضاء ربنا ولازم نرضى بيه، انا هرضى ان انا ابقى عايشه معاك بس كده ومن غير حاجه. قال لي لا، وانا مرضاش انك تعيشي معايا شفقه، وانا عايز اخلف، وانا لازم يبقى ليا اولاد باي طريقه، ولازم نتصرف. بقول لك ايه، انا سمعت ان في عمليه اسمها حقن مجهري لازم نعملها. قالت له حقن مجهري ايه بس يا حبيبي؟ وبعدين الحقن المجهري دوت بيحتاج فلوس كتير قوي، تقدر تقولي هنجيب الفلوس دي منين؟ قال لي مش مهم، هنبيع الشقه اللي احنا عايشين فيها دي. قالت له ازاي يعني ايه نبيع الشقه ونروح فين؟ نروح نعيش في ايجار واحنا اصلا ما نقدرش على مصاريفه، ولا هنروح نعيش فين؟ فطبعا ساعتها بص لها بصه غريبه وقال لها وليه نروح ندفع في ايجار ولا ننزل عند حتى امي نعيش عندها؟ لا، احنا هنبيع الشقة بتاعتنا دي وهنروح نقعد في شقة ابوكي اللي انت ورثتيها انت واختك، ومقفولة ومفيش حد عايش فيها، نروح نقعد فيها. قالت له انت بتقول ايه؟ انا لا طبعا، انا مش هعيش هناك، انا دي شقة دور ارضي ومقفولة وخانقة، انا مش هقدر ان انا اعيش هناك. وبعدين الشقة دي بيني وبين اختي، واختي مسافرة بره، ترجع تلاقي ان انا كده محتلة الشقة، تقول ايه وتفتكر ايه؟ وهنا طبعا اتضايق اكتر وقال لي اسمعي كلامي يا ندى، اسمعي كلامي اللي انا بقوله لك ونفذيه بالحرف الواحد. وطبعا واحنا اثناء ما بنشد مع بعض وبنتجادل، فجأة اتقلبت بينا العربية وفقت وانا في المستشفى. كانت ساعتها حواليا حماتي وسلفتي اللي هي اصلا بتكرهني. وطبعا انا اول ما فتحت عيني لقيت نفسي بقول لهم ايه ده، هو انتوا مالكم مضلمين الدنيا قوي كده ليه؟ افتحوا النور. لقيت ساعتها طبعا سلفتي بتقول لحماتي بصوت واطي ايه ده يا اختي، هي مش شايفة ولا ايه؟ لا تكون اتعمت. الكلمة خرمت ودني، وقلت لحماتي هو في ايه؟ هو انا حصل لي ايه بالظبط؟ فطبعا حماتي ردت وقالت لي يا بنتي معلش، شكلك كده اثر الحادثة عينيكي راحت او كده شكلك اتعميتي. ورده للدكتور بسرعة، وجه الدكتور اداني الصدمة اللي ما قدرتش كنت استحملها ولا اسمعها. لقيته بيقول لي معلش يا بنتي، انت الحمد لله ربنا نجاكي وكتب لك عمر جديد، بس في مقابل ده فقدتي عينك وجالك عمى كلي ومش هتشوفي تاني. وطبعا انا نزل عليا الخبر زي الصاعقة، بس نسيت نفسي وقلت لهم انا عايزة طارق. طارق فين؟ هاتولي طارق جوزي. وطبعا ساعتها قالوا لي جوزك ما تخافيش الحمد لله هو كويس. قلت لهم قولوا لي الحقيقه ما تخبوش عليا. قالوا لي والله كويس، هو بس ايديه اتكسرت ورجليه اتكسرت ومتجبس ومش هيعرف يجيلك دلوقتي. وطبعا راحت حماتي خرجت وقالت لي انا هروح دلوقتي اطمنه عليكي وهطمنك عليه. وراحت دخلت لجوزي، وطبعا جوزي كان عايز يطمن عليا وقال لها هند عامله ايه دلوقتي؟ طمنيني عليها، هي كويسه؟ قالت له ما تخافش يا ابني، هي كويسه بس قال لها في ايه؟ هي جرى لها حاجه وانتم مخبيين عليا؟ قالت له لا لا يا ابني، لا سمح الله الحمد لله هي كويسه وبخير، بس يا ابني معلش في الحادثه دي فقدت عينيها والدكتور قال انها جالها عمى كلي ومش هتشوف تاني. طبعا طارق ما صدقش نفسه من الصدمه وقعد يقول لا حول ولا قوه الا بالله، انا السبب انا السبب يا امي. قالت له لا يا ابني ده قضاء وقدر. وطبعا عدى كام يوم واحنا في المستشفى،
وبعد كده رجعنا على البيت. وطبعا اول لما رجعت على البيت طارق بقى قال لي ان هو لسه هيقعد شهر على ما يفك الجبس، وفعلا فضلنا في الشهر ده. وبعد ما خلص الشهر قرر طبعا ان هو لازم يرجع شغله تاني، والعربيه كانت في التوكيل بتتصلح. ساعتها قال لي انا عايزه ابقى مطمن عليكي وانا مش موجود، هتعملي ايه وانت لوحدك؟ امي وهند مرات اخويا يطلعوا يشوفوا كل طلباتك ويخدموكي لغايه لما انا ابقى ارجع. وطبعا وهو نازل انا كان وصلني على جوه في الاوضه علشان استريح لغايه لما هم يبقوا يطلعوا، لكن قابل مامته على الباب وانا كنت واقفه وسامعه كل حاجه، ولقيتها بتقول له هو في ايه يا ابني؟ هو احنا هنفضل كده هو على طول؟ هنبدا بقى ان انا هبقى انا وهند كل يوم خدامين عند الست مراتك؟ يعني مش كفايه اللي هي ما خلفتلكش حته عيل؟ انت يا ابني هتكمل حياتك كده مع واحده عاميه وكمان ما بتخلفش؟ قال لها ليه يا امي الكلام ده اللي بتقوليه ده على الصبح؟ انا بحبها، وندى انا بحبها وما اقدرش اعيش من غيرها، ولو خلفت مش هخلف الا منها، واحنا ان شاء الله هنبقى نعمل العمليه وهنبقى نخلف. وطبعا نزلت وانا قلت ان انا هسيب امي معاها، لكن طبعا انا كنت سمعت الكلام ده كله وفضلت منهاره من العياط. واول لما حماتي دخلت عليا لقيتها بتقولي هو في ايه على الصبح كده اهو بتعيطي ليه؟ ده قضاء ربنا يا بنتي. قلت لها ابدا يا ماما، انا بس صعبانه عليا نفسي بس مش اكتر. عموما يا ماما انا هنام ومش هصحى الا لما طارق يبقى يرجع بالليل. ورجع طارق بالليل وقال لي بقول لك ايه، نفس القرار الاولاني، احنا هنبيع الشقه وبفلوس الشقه دي يا حبيبتي هعمل لك العمليه لعينيكي عشان ترجعي تشوفي تاني. قالت له لا انا مش مهم عينيا دلوقتي، احنا هناخد فلوس الشقه دي وهنعمل عمليه الحقن المجهري اللي انت كنت عايزها. قال لها ايه اللي خلاكي بس تغيري رايك؟ مش مهم دلوقتي، مش انت بتقولي ده قضاء ربنا وانت مش عايزه اولاد؟ قلت له لا انا موافقه، انا عايزه كده. انت ممكن تفتكرني ان انا انانيه، بس انا مش عايزاك تتجوز حد تاني عليا علشان خاطر يخلف لك. انا هعمل العمليه وموافقه ونروح نبدا في الاجراءات وبيع الشقه من دلوقتي. وفعلا شاف اجراءات الشقه وباعها، وبالفعل كلمت اختها سعاد في الدوله العربيه اللي هي فيها واستأذنتها ان هم يروحوا يقيموا في الشقه عشان الظروف الجديده اللي هم فيها. اختها ما اعترضتش ووافقت وكل حاجه، وبالفعل لموا كل حاجتهم وراحوا على شقه باباها اللي في الدور الارضي. واول طبعا لما راحوا طبعا الدنيا كانت متربه، وقال لها انا هنضف لك المكان، هي الدنيا مترتبه بس كلها تراب. قالت له طب احنا لازم نشوف حد يبقى يجي ينضف لي الشقه كل فتره. قال لها لا يا حبيبتي وانا رحت فين، انا هبقى انضف لك كده اول باول واخلي الدنيا تبقى نظيفه وزي الفل. ودخلها على الاوضه علشان تنام وترتاح. وبعد ما نامت كانت سامعه كده صوت حركه غريبه جوه الاوضه. وهنا كانت عماله تقول له طارق هو في ايه؟ هو انت بتعمل حاجه؟ ايه الخبط والرزع دوت اللي في الاوضه؟ قال لها لا يا حبيبتي ده انا بنضف. وتاني يوم بعد ما راح الشغل حست ندى ان هي عندها صداع جامد جدا وما كانتش قادره تستحمله ومش هتقدر تستنى طارق لغايه لما يرجع من الشغل. قالت خلاص ايه المشكله، انا عارفه طريق الصيدليه، هتسند على الحيطه لغايه لما اوصل للصيدليه والف من هيساعدني من الجيران، هروح اجيب المسكن. وفعلا خرجت وراحت جابت المسكن، وكانت واحده جارتهم بتسندها وجارتي وهي مسنداني. وجيت ادخل الشقه اتزحلقت ووقعت على الارض، وقمت من على الارض حسيت بدوخه وصداع الم شديد قوي. وفجاه لقيت نفسي الحمد لله يا رب لقيت ان انا بشوف، وربنا ردلي عيني وبصري في لمح البصر. وطبعا ما كنتش مصدقه نفسي وقلت لجارتي انها ما تبلغش جوزي، انا هعملها له مفاجاه. لحد لما دخلت جوه وفضلت مستنيه معاه طارق عشان خاطر يرجع. ولقيته اول لما هو رجع وانا خارجه كده من الاوضه لقيت في ايده راجل غريب داخل معاه، ولكن مش عامل صوت ولا اي حاجه. ولقيت الراجل بيوشوشه وبيقول له ايه ده، دي المدام صاحيه اهي. طارق قال له ما تخافش ما تقلقش، هي مش شايفه حاجه اصلا، انت هتخش وتشتغل عادي بعد ما هي ما تنام. انا طبعا الكلام كان مريب، انا كنت ورا باب الاوضه ما كانش لسه شافني، لكن سامعه وشايفه من عين الباب. بصيت في الخرم بتاع الباب وشايفاهم هما الاتنين وهم بيقولوا الكلام ده وسامعاه بوداني. طبعا استغربت وما بقتش عارفه مين الراجل ده واوضه ايه اللي عايزين يدخلوها ويعملوا ايه. قررت ان اعمل لنفسي نايمه وما فاجئهوش دلوقتي ولا اقول له ان انا فتحت. وفعلا عملت نفسي ان انا نايمه لدرجه ان انا عامله صوت ان انا بشخر وانا نايمه عشان يتاكدوا ان انا في سابع نومه. وفعلا دخلوا هما الاتنين ولقيت الراجل بيشيل السجاده اللي على الارض اللي في الاوضه وبيشيل خشبه كده كبيره محطوطه وبيشيل الخشبه
وأتاريهم بيحفروا جوه الأرض بتاعة الأوضة. طبعا هنا أنا اتصدمت ولقيتني بقوم على طول وبقول له ايه ده؟ انتوا بتعملوا ايه يا طارق؟ ومين الراجل ده؟ بتعملوا ايه هنا في الأوضة؟ طبعا هنا طارق اتسمر مكانه وبيبص بالراجل اللي معاه وهو مش عارف يعمل ايه. الراجل ساعتها نطق وهو اللي قال لي بص يا ست هانم، انا مش هخبي عليكي، انتوا عندكم هنا اهو في آثار مدفونة تحت الأرض، واحنا لما نخرجها هنقسمها علينا وكلنا هنبقى في حتة تانية خالص. طبعا انا سمعت الكلام وانا مش مصدقة، قلت له انت بتتكلم بجد؟ طارق هو الكلام ده صحيح؟ انت فعلا عملت كده؟ وطبعا هنا نرجع فلاش باك ان انا ساعة لما قررت ان انا اعمل العملية بتاعت الحقن المجهري، هو اتاري كان كل ده كان تخطيط منه، سواء عملية عيني ولا عملية الولادة. هو كان عايز يبيع الشقة ويمشيني منها عشان نروح نعيش في شقة ابويا، عشان الغرض ده ان هو يحفر ويطلع الاثار ويبيعها ويبقى معاه فلوس كتير قوي، ما كانش عشان الخلفة ولا عشان اي حاجة. وطبعا انا لما عرفت الحقيقة طبعا انا طردت الراجل اللي معاه وقلت له احنا مش هنحفر حاجة وانا مش هطلع حاجة، وطلقني يا طارق. قال لها اطلقك ايه بس؟ انا بحبك يا ندى وما اقدرش اعيش من غيرك. قالت له انا مش مصدقة ولا كلمة، كل اللي انت كنت معيشني فيه ده كان كذب وكنت معيشني في وهم. وطبعا قال لها يا بنت الناس فكري انا بحبك وهنعيش مع بعض والفلوس دي هتخلينا في حتة تانية خالص، نقدر نعمل كل اللي احنا عايزينه. قالت له وانا في غنى عن كل ده، وانا راضية بكل حاجة ربنا كتبها لي، وبحمد ربنا ان كل ده حصل لي ان عشان خاطر اكتشف حقيقتك انك واحد مخادع وطماع واستغلالي وكذاب. واصريت على الطلاق وبالفعل طلقني، وانا رحت بلغت الحكومة على الموضوع اللي عندي في الشقة واللي في الأوضة، وجت طبعا الحكومة هم طلعوا الحاجات اللي كانت موجودة وخدت نسبتي اللي هي مكافئتي وعشت بيها لوحدي واشتغلت واعتمدت على نفسي، وعرفت ان الدنيا عمرها ما بتقف على حد. ودي كانت قصة النهاردة، واتمنى ان هي تكون عجبتكم، ولو عجبتكم متنسوش تعملوا لايك ومتابعة وشير، وتستنوني كل يوم في حلقة جديدة، حكاية جديدة او مشكلة جديدة من كلام من القلب. دمتم في حفظ الله. مي علي.